انت تختار لها ايه؟ هي عايزه فرق عربي. يا روح قلبي جاوبتي صح، ربنا ينصرك. يعني انت تختار لها نفس الاختيار اللي هي عايزاه. وجاي لكم عريس مصري وعريس عربي او خليجي. العريس المصري على قد حاله، والخليجي معاه فلوس وعربيه. عارفه ماما هتختار منهم. تمام، تختاروا ايه؟ انت تختار ايه؟ الخليجي. وانت؟ الخليجي. لاني بقى عشان ايه؟ اسال ماما من وجهه نظري عشان معاه فلوس. هي ماما هي اختارت العربي او الخليجي. تمام. انت بقى تختار ايه؟ انا بقى اختار ايه؟ اه انا طبعا عمري في حياتي ما هختار فرق عربي ولا هختار صيني، اساسا انا مش هجوزها لا المصري ولا العربيه بتاعتي وهخليها اللي يعني هتسيبها قاعده جنبك؟ لا بامانه لو اجى واحد مصري يقدرها وحاجه نضيفه وحاجه محترمه كده ويستاهلها طبعا هعطاها، انما اي حد خليجي استحاله اعطاها. استحاله. طبعا. يا ماما صدمتك بالاختيار بتاعك. يعني هي معنى يعني تقول اللي تقوله وتتمنى اللي تتمنى، بس طبعا انا استحاله. تمام. يعني انت تفضلي المصري ابن البلد الاصيل عن الخليجي اللي معاه فلوس. اكيد اكيد. اكيد. شابوه. تمام، تسلمي. لا بس اقفلك، بس بعمل لك شابوه. باي يا قلبي. باي، خسرتني يا حبي، تسلمي جدا. قالت نفس الجواب. اختيارك الاخير اللي انت لسه نسمعه منك بعد كلام والدتك، مصري اصيل معاه فلوس مع محترم، مصر محترم وطيب، ولا الخليجي؟ طبعا المصري المحترم القايم. مصر ابن بلد. طب وانت لو هتختاري؟ مصر اصيل ومعاه فلوس برضه. الاثنين. المصري الاصيل ويكون معاه فلوس. ويكون معاه فلوس. طب لو ما فيش معاه فلوس واصيل؟ وماله؟ ما يضرش.